الشكر كل الشكر لزملائنا الأعزاء في الاستوديو. بسم الله أعزائي وأحبائي المستمعين والمشاهدين، أسعد بكم دائما وأبدا المعلق خالد عبد الكريم ينقل لكم هنا وبالوصف التفصيلي وتحديدا من استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة بالمملكة العربية السعودية للتعليق على هذه المباراة الهامة والقوية في إحدى قمم الكرة العربية والسعودية والمتمثلة بين الناديين هما نادي الهلال ونادي النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا العام الجديد. هذا اللقاء يحظى باهتمام إعلامي كبير في الوطن العربي، ويرأس هذا الحضور وهذا الجمهور سمو الأمير محمد بن سلمان راعي الرياضة السعودية بشكل خاص والمملكة العربية بشكل عام، وفقه الله لتحمل هذه المسؤولية. وستظل المملكة مملكة ولا يأتي عليها يوم من الأيام وتكون مفككة، لأن شرف الله سبحانه وتعالى بالحرمين الشريفين، ويكفي سمو الأمير محمد بن سلمان أن يرتبط اسمه في يوم من الأيام ويقال أنه خادما لهذين الحرمين الشريفين. الهلال والنصر والهلال مباراة قمة بكل ما تعمله الكلمة من معنى، مليئة بالنجوم ومليئة بالأساطير في عالم كرة القدم. تشكيل الناديين الهلال بيمثلوا بونو في حراسة الشباك، رباعي الخلفي سعود عبد الحميد وكوليبالي والبلاهي ورينان لودي، ثلاثي خط النص نفيز وسلمان وسالم الدوسري، ثلاثي الهجوم ميشيل ديلجادو وفيليبي ومتروفيتش تحت قيادة المدير الفني وخورخي جيسوس. تشكيل النصر بيمثلوا أسبينا في حراسة الشباك، رباعي الخلفي الغانم وعبد الله الغمري ولجامي وتيليس، ثلاثي خط النص بزوفيتش والخيبري وايدي ميلسون، ثلاثي الهجوم ساديو ماني وايمن يحيى وكريستيانو تحت قيادة المدير الفني ولويس كاسترو. بيكون تحكيم اليوم الحكم الدولي الارجنتيني هو داريو هيريرا، بالاضافه الى تقنيه الفيديو وبدأ اللقاء والحكم الارجنتيني التاكسوفارتو وساديو ماني. بتعمل ايه ساديو يا ماني؟ حطها حلو انما طلعت لفوق. بيلفها فيليبي وتوصل لألكسندر، مش ممكن، ألكسندر متروفيتش ما بيهزرش ويحط أول أهداف اللقاء في الدقيقة 7 لنادي الهلال. قلت مباريات الهلال والنصر والهلال مباريات من وحي الخلال، وألكسندر يجيب هدف ويتمخطر في الدقيقة 7. طبعا هيبقى في رد فعل نادي الاتحاد وهادي اوتافيو شوطة، انما والله دايما يحيى يشوطها، انما طبعا دفاع وتوصل لميشيل ديلجادو، شوطة قوية بسرعة الصاروخ. ميشيل ديلجادو يشوطها قوية جدا، انما تعزم فيها اكتر من اللازم فطلعت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. مباريات جميلة جدا، وكل الجمهور اللي موجود ده صحيح في جمهور هيبقى زعلان وجمهور هيبقى فرحان، ونشوف الهجمة ديت وكريستيانو رونالدو وياسين بونو البرتغالي والمغربي، وكريستيانو دخلة قوية قوي في ياسين بونو بصرف النظر ان كان تسلل او مش تسلل. لكن شوفوا كريستيانو بيعمل ايه، هذا الشباب الدائم بيعمل هي التسلل ولكن بيعمل كل ما في وسعه لاسعاد جمهور النصر. شوفوا بيعمل ايه، دي فدية ماشي كريستيانو يشوطها انما بعيدة دي يا كريستيانو، يعني ما حطهاش في المكان المطلوب. وهجمة وفيليبي ويطلع عليه أسبينا، والحكم داريو هيريرا بيقول ايه، نظرة كريستيانو مش مريحاه وادي، انا شايف كارت احمر في ايد الحكم داريو هيريرا الحكم الارجنتيني. هنا بيقول ان ديفيد أسبينا، طبعا فيليبي كان اخر واحد، وديفيد أسبينا دخل عليه وخد الكرة بايده من خارج منطقة الجزاء، فيعتبر اخر لاعب، فيعتبر انذار احمر مستحق. طبعا واحد يقول لي يا كابتن لا، طب ما على جامي كان ممكن يجيبه، لكن يبقى دي ترجع لتقدير الحكم، انما هو ادى يعني كارت احمر لديفيد أسبينا، وده يدل على ان الحكم داريو هيريرا ده حكم محترف. وكريستيانو بذكريات اليوفنتوس والريال يحط كرة عالي العالي، يا سلام، مش ممكن يا كريستيانو. ايه اللي بيعمله كريستيانو رونالدو؟ شوفوا هذا الشباب الدائم لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، وقد ايه هو بيسعى لاسعاد جمهور النصر
ويعني تاني تسلل، انما مش مهم تسلل ولا مش تسلل، قد ايه كريستيانو نموذج للاعب العطاء لعالم كرة القدم. نزل طبعا الوليد عبد الله، واول اختبار ليه كده بيمسكها من ميشيل ديلجادو، انما برافو الوليد ويمسكها كويس. ادي طبعا احد اللعيبه، وادي كريستيانو بنظراته بتوع زمان وشوطه قويه، انما ياسين بونو في المكان وفي الميعاد وقافل الزاويه كويس ياسين بونو، انما بص حضراتكم كريستيانو شوطه صاروخيه، انما فين ايام زمان يا كريستيانو. انما والله حتى الان كريستيانو نقول نموذج للاعب في اللاعب كرة القدم بلا كلام وبلا منافس. وادي يا الراجل ايمن يحيى يوقفها ويحطها، انما ياسين بونو بطراطيف صابعه هذا ايمن يحيى زعلان، انما بونو الحارس المغربي المحترف في نادي الهلال. يعني ناحيه الشمال كده ماشي كريستيانو، وهذه محاولات وتوصل لاوتافيو، انما هنا بقى ضربه قويه من البلايهي يعني بلا داعي مع سالم النجعي، وياخد كارت احمر وهتتلعب. مش ممكن مش ممكن. يا سلام عليك يا ايمن يحيى في دقيقه 88 يحط هدف التعادل لنادي النصر. قلت مباريات جميله جدا مليئه بالنجوم ولاعيبه قادرون على تغيير النتيجه في اي وقت، وادي ايمن يحيى يحط الهدف التعادل في الدقيقه 88 ويقول لجمهور النصر انتوا كنتوا مروحين، لا تعالوا ارجعوا تاني واقعدوا احنا لسه مكملين. يحط هدف التعادل في الدقيقه 88 وينتهي اللقاء، وهنبتدي بقى نخش على ضربات الحظ والمعاناه، وعاده ما تبتسم لمن تحب كره القدم. اول كوره كده النادي الهلال نفيز ويحطها انما يصدها الوليد. ادي اوتافيو يحطها فوق يا الراجل مش ممكن. الكسندر متروفيتش ما بيهزرش. كريستيانو من الصعب انه يضيع، كريستيانو وبونو يحطها كريستيانو، يبقى كده 1-1. محمد كينو بهدوء اللاعبين الكبار يحطها. سالم النجعي داخل، سالم النجعي يحطها برا ولد يا لعيب. هنشوف هنا علي لجامي ويحطها على شمال الوليد. 29 عبد الرحمن غريب يحطها، يبقى كده هدف لهدف. هنشوف رقم 14 لنادي الهلال الدوسري، وبرافو يا هدوء اعصابك، يبقى كده 1-1. سعود عبد الحميد انما يصدها الوليد. وهنشوف بقى علي الحسن يا الراجل، والهلال 1-1 يحطها. وشوف سلمان يا الراجل مشاري فادي يضيعها، مش ممكن. يعني مشاري مبروك لنادي الهلال، مباراة جميلة